فلو انت طالب حسابات ومعلومات وعايز كورسات تساعدك في دراستك، او عايز تبدا في البرمجه وتطوير الالعاب بشكل احترافي وصحيح من الصفر، فتجميع الكورسات دي ممكن تكون احسن حاجه تبدا بيها دلوقتي. OSSU Open Source Society University. ايه هي OSSU وليه تعتبر من اهم تجميعات الكورسات اللي لا غنى عن محتواها في اي مجال برمجي؟ OSSU ببساطة هي مجرد تجميعة كورسات مجانية عملها بعض الاشخاص، واللي بتضم تراكس زي الكمبيوتر ساينس والداتا ساينس والماث والبايو انفورماتكس. وليه هي مهمة؟ فعلى حسب كلامهم في الموقع صفحة الكمبيوتر ساينس بالتحديد، قالوا انهم صمموا المنهج التعليمي ده عشان يغطي نفس المحتوى الدراسي لشهادة البكالوريوس في علوم الحاسب من افضل الجامعات، ويكافئها من ناحية المعرفة العلمية اللي هتكتسبها. فمعنى الكلام انك لو درست الكورسات اللي مرتبينها وفهمتها كويس، هيكون قدر العلم اللي عندك مساوي تقريبا لقدر العلم اللي عند شخص متخرج من علوم حاسب، ولكن طبعا هيكون اختلاف في الشهادة الجامعية. ومن ضمن المصادر اللي اخدوا منها الكورسات جامعات زي هارفارد، MIT، ستانفورد وبرينستون، ومواقع تعليمية تانية زي كورسيرا، إدكس، كان أكاديمي. فتقدر تقول إن OSSU هي بيئة خصبة لكورسات محتاج سنين عشان تخلصها. ولو بتحب القراءة برضو فهم بيقترحوا كتب كويسة جدا، فممكن تبدأ تعمل لايك دلوقتي عشان يبقى الفيديو محفوظ عندك وتقدر ترجع له بعدين. أول حاجة حابب أبدأ بيها هي صفحة مايرو اللي هتلاقوا الرابط بتاعها في الوصف. الصفحة دي أنا اللي عاملها ومجمع فيها الحاجات الأساسية الخاصة ب OSSU، وكمان بعض الحاجات الإضافية زي تطوير الألعاب وبعض المجالات الأخرى زي ال Embedded Systems والأوتوميشن. ده أول حاجة هتشوفها أول ما تفتح الصفحة. ده أول حاجة ب OSSU Path، ده اللي هو التراك الأساسي بتاع الكمبيوتر ساينس بتاع OSSU. هم مقسمينه لكذا جزء. أول حاجة Intro CS، بعد كده Core CS، بعد كده Advanced CS، وبعدين في الاخر فاينل بروجكت. اول حاجه انترو سي اس هي اللي بتبدا بيها معرفتك بالكمبيوتر ساينس وايه هي الكمبيوتر ساينس والحاجات الاساسيه فيه. كور سي اس هي الحاجات البدايه اللي انت محتاج تبنيها في الاول، في بروجرامينج، ماث، سيستمز وسكيورتي وحاجات تانية كتير. ادفانسد سي اس دي الحاجات اللي هي المعقده شويه. بعد كده فاينل بروجكت، ده اللي هو انت مثلا يعني خلاص خلصت كل حاجه فبتعمل بروجكت كبير زي مشروع تخرج كده، بس يعني بتعمله لنفسك في الاول وفي الاخر يعني. وهنا برضو عندك OSSU Extras، دي حاجات يعني مش في المنهج الاساسي او مش في التراك الاساسي، ولكن هي بعض الحاجات اللي هم حاطينها كحاجه اضافيه لو حابب ترجع لها او حابب تستزيد يعني. طيب اول حاجه اللي هو الكورسات الزياده، عندك هنا حاجات في البروجرامينج، عندك سي سيفتي حاطينه كشيء اضافي، وحاطين كذا حاجة تانية هنا في البروجرامينج والماث برضو. في عندك بري كالكولس، في probabilities وحاجات تانية كتير، mathematical thinking. وهنا برضو حاجات انا اللي ضايفها اللي هي بره الصندوق دي حاجات في كان اكاديمي حاططها يعني ايه عشان انا بحب كان اكاديمي وبستخدم كان اكاديمي كتير وبتعلم منه حاجات كتير، فيعني حابب اضيفه يعني. هنا في حاجات برضو في الثيوري، algorithms و data structure هنا برضو، وعندك برضو algorithmic thinking، حاجات برضو ممكن تستفيد منها، وابليكيشنز وتولز وحاجات تانية كتير. وعندك هنا برضو كتب لو انت بتحب القرايه، ففي كتب هنا كتير ممكن تاخدها، في كلين كود، في ريفاكتورنج، في كود كومبليت، يعني بعض الكتب المشهوره اللي موجوده في يعني ساحه كتب البرمجه. فانت ممكن تتصفح الصفحه دي لو عجبك حاجه ممكن تشوفها عندك في مثلا محل كتب عندك في دولتك او قريب منك او اونلاين حتى ايا كان يعني. في يونيتي جيم ديف باث ده هنروح له بعدين، ده هنجيله بعدين. هنا دي ستورج، دي بعض الكورسات اللي يعني في مواضيع متفرقة حاولت ان انا اجمعها قبل ما اجيب OSSU يعني. ده هتلاقي تعريف بالمواضيع اللي انا جايبها، عشان انا كل موضوع برمز ليه بحرفين او 3 حروف مثلا زي سايبر سيكيورتي واي اي والى اخره يعني. وهتلاقي شرح لكل حاجة هنا برضو. فهتلاقي في كل مربع من دول شويه كورسات على شويه كتب. وفي الهاردوير لو انت مثلا بتحب الالكترونكس او الامبيدد سيستمز، في هنا اردوينو، وفي هنا برضو حاجات كويسه يعني لو تحب يعني لو تحب المجال ده وتحب تمشي فيه. وبرضو لو انت مهتم بتطوير الالعاب، في هنا حاجات في الجيم ديزاين والفي اف اكس والاس اف اكس مجمعهم برضو احطهم هنا. وبرضو شويه كتب يعني برضو عشان الكتب بتكون حلوه قوي في الحاجات اللي زي دي. وعندك برضو كورسات من يونيتي ليرن وام اي تي وحاجات برضو كده. نيجي بقى يونيتي جيم ديف باث. الباث ده انا اللي عامله بنفسي صراحه، تقدر تقول هي بس محاوله مني او اجتهاد مني شخصي، عشان يعني زي اقتراح مني انك تمشي عليه لو انت عايز تبدا في تطوير العاب على يونيتي. هو مشابه شويه ل OSSU، عندك انترو جيم ديف وكور جيم ديف وادفانسد جيم ديف.
الانترو جيم ديف يعني بتفهم ايه هو يونيتي. عندك هنا برضو سي اس 52 دي لو حابب تاخده هو كمان، او لو حابب تاخد يونيتي اسينشالز بس، او لو حابب تاخدهم الاثنين براحتك. يعني اللي تحت الخط ده يعني زي ايه، زي اقتراحات او حاجات اضافيه بس غير ملزم انك تاخدها. هتبدا بقى في سي شارب والباث واي بتاع يونيتي اللي هو جونيور بروجرامينج ده، يعني لما تبدا برمجه على يونيتي ده باث واي معمول من يونيتي نفسهم، من يونيتي ليرن. وبعض الحاجات الكورسات من كود مونكي، دي مشاريع كويس انك تعملها عشان تدرب نفسك على الشغل العملي اكتر من مجرد العلم النظري. فمنها تراجع معلوماتك ومنها برضو تعمل مشاريع. ودي برضو linear algebra وفيزيكس، فيزياء وجبر مهمين جدا ان انت تاخدهم طالما انت داخل في تطوير الالعاب، فلازم تاخدهم. عندك برضو كريتيف كور، ده برضو اللي هو ده برضو باثواي ولكنه متقدم شوية عن اللي هو جونيور بروجرامر. هنا متقدم شوية، بيديك شوية حاجات في الجرافيكس والشيدرز والفي اف اكس وحاجات كده برضو، متوسع بشكل اكبر شوية في يونيتي، ولكنه يعتبر ايه اساسي نوعا ما. وهتكمل سي شارب وهتدخل بقى على البروجكت التاني لو انت عايز تاخده برضو. يعني هو اوبشنال ولكنه يعني زي ما تقول انصح بيه. يعني لا يعني كويس انك تاخده، ما تحاولش انك تتخطاه، ولكن ممكن تتخطاه. يعني مش هيوقفك، مش ده الشيء اللي هتقف عليه، بس كويس انك تاخده يعني. وبرضو حاجات اقترحتها اللي هو التوتوريالز بتاعت بلندر جورو، انك تتعلم بلندر وازاي تعمل موديلز 3 دي عشان يعني بتحتاجه في 3 دي جدا. فلحد هنا تكون خلصت الكور جيم ديف. ادفانسد جيم ديف هتخش على الادفانسد سي شارب من كود مونكي، وهتبدا تتعلم بقى الاي اي والام ال ايجنتس في يونيتي. برضه في هنا سي اس 50 اي اي لو انت عايز تاخد من سي اس 50، ولكنه مجرد اقتراح، مش لازم تاخده. يعني مش فرض انك تاخده عشان تكمل الباث ده. وتبدا بقى تدخل في المالتي بلاير، والبروجكت ده تكمله للبروجكت الاولاني ده، ان دي لعبه بس هي سنجل بلاير اوف لاين، ودي مالتي بلاير اون لاين. فانت لو عايز تكمل في ده، فدول يعني بيكملوا بعض. الكورس المشروع ده والمشروع ده. وهتكمل بقى على يونيتي دوتس ويونيتي نت كود، دول بيحسنوا الاداء وبيخلوك تعمل مالتي بلاير احسن. هنا بقى الكورسين دول مهمين وبعيد عن يونيتي بشكل يعني شبه كامل. هو تطوير العاب بشكل عام ولكنه مرحله متقدمه. وانصح طالما انت هتدخل بقى على جيم انجن انك تعمل جيم انجن بنفسك، انك على الاقل تخلص الكور سي اس، او يعني معظم الحاجات اللي فيه، يعني كور بروجرامينج وكور ماث مثلا، وشويه في السيستمز والابلكيشنز يعني، او تخلص اللي هو الكورس سي اس كله. يعني ده عشان يعني يبقى عندك معلومات كافيه، او يعني يبقى عندك قابليه انك تعمل جيم انجن من غير ما تحس انه صعب عليك او تقيل عليك وانت مش فاهم الدنيا ماشيه ازاي. فبس هو ده كان كل حاجه هنا. عندك برضو هنا ارشيف لكورسات تانية، يعني كورسات ما لقيتلهاش مكان، او يعني كورسات يعني مرضتش امسحها. حسيت ان انا مش محتاجها قوي بس مرضتش امسحها، فخليتها هنا لو حد حابب يستفيد منها. وبس ده كان كل حاجة في الصفحة بتاعت مايوريديا. زي ما قلت لكم يونيتي جيم ديف باث ده انا اللي عامله، مش تبع او اس اس يو، لا ده انا اللي عامله بنفسي بالكامل. هو اجتهاد مني واقتراح لو انت عايز تبدا في الجيم ديف من يونيتي. الصفحة دي هتلاقوا الرابط بتاعها في الوصف زي ما قلت لكم. وممكن تلاقوني غيرت بعض الحاجات وممكن اعدل عليها بعض التعديلات، ولكن هتلاقوها زي ما هي. وغالبا مش هبقى عايز امسح حاجة. هتلاقوا مثلا الحاجات في الارشيف، لو حاجة مثلا كنت واخدها مثلا او معلمها في مكان ما من المربعات دول ولقيتها مش موجودة، ممكن تدور عليها في الارشيف هتلاقيها موجودة هناك يعني ان شاء الله. فبس ده كان كل حاجة. فلو انت طالب حسابات ومعلومات وعايز كورسات تساعدك في دراستك، او عايز تبدأ في البرمجة وتطوير الالعاب بشكل احترافي وصحيح من الصفر، فتجميع الكورسات دي ممكن تكون احسن حاجة تبدأ بيها دلوقتي. ولكن زي ما قلت قبل كده OSSU هو مجرد موقع بسيط عمله بعض الاشخاص من باب المساعدة. فاللي هتاخده من موقع زي ده هو العلم فقط، مش زي لو دخلت جامعة وخلصت فترتك الدراسية فيها واخدت شهادة التخرج. بس فكرة انك تكون عارف الحاجة فعلا صح وعندك خبرة وعامل مشاريع كتير وكبيرة، دي مش حاجة قليلة خالص. وعدم حصولك على شهادة في النهاية مش مبرر على انك ما تبدأش في خطوة مهمة زي دي طالما انت مهتم بالمجال وعايز تكمل فيه. فده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنساش تدخل سيرفر ديسكورد، هتلاقي الرابط بتاعه في الوصف. اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.